مزايا معاكم ابو كنز في حلقه جديده. احنا النهارده في الهرم عند حبيب قلبي ايمن عمر وعند احمد يحيى. ايمن قال لي تعالى هعلمك الجراءه، ما اعرفش ازاي بس انا كده قاعد مرعوب او واقف مرعوب. حاجات بتعض وحاجات بتعمل حاجات غريبه، هو عودني ان انا اعرف اشيلها الحمد لله خير يعني. وما اعرفش دي هنعرف كل حاجه دلوقتي في الحلقه. والله العظيم انا ما فاهم حاجه، انا دخلت مكان اتفاجئت. احنا يا جماعه احنا في شقه يعتبر احنا هنا، بس هي عباره عن بقى ايه، مزرعه زواحف على كلاب على طيور على في بغبغانات بتتكلم، في حاجات غريبه انا مش فاهم، في نسانيس في تماسيح في البتاعه دي، انا مش اسمها لاكوندا باين. بقول لكم ايه، مش هينفع مقدمه، الموضوع ده من غير مقدمه، خليكم معانا. يلا دي صاحيه ولا عايشه؟ امسك دي كمان، امسك دي غير. حلوه كده ولا ايه؟ مكملين معاكم ابو كنز على قناه مزايا. احنا النهارده في الهرم عند احمد يحيى وايمن عمر. زواحف وحيوانات وكل حاجه موجوده. الاول هنسلم عليهم وهنقفش ايمن كده 5 دقايق عشان هو عنده مشوار وهيطلع هو من الكادر وهنكمل، مفيش مشكله. احنا ايه هنستاذنه ان احنا يعني نكمل مع 5 دقايق كده قبل ما يمشي. حبيبي ايمن عامل ايه؟ والله في نعمه الحمد حبيبي اقسم بالله انت وحشني حبيبي والله العظيم. احنا بقى لنا يا جماعه اكتر من تقريبا من سنه ولا حاجه ما اتقابلناش، والله انما احنا نعرف بعض مثلا بقى لنا اكتر من 10 سنين. حبيبي كتير جدا. حبيبي ايمن عامل ايه؟ والله تمام. منور الدنيا كبير. حبيبي عم احمد عامل ايه؟ حبيبي منور الدنيا حبيبي. احنا جينا يا باشا دخلنا عليكم كده معلش بقى. حبيبي تسلموا ربنا يخليك يا رب، تسلموا لي. قول لي ايمن، احنا الموضوع دخل معاك ازاي كده فجاه دخلتوا في الموضوع الزواحف؟ والله هو الموضوع ابتدى حب للحاجه الاول. تمام. تاني حاجه الحاجه دي تربيتها فيها متعه جميله جدا، مع ان فيها خطوره برضو. ايوه ده اللي انا عامل حسابه. لازم تنقي الحاجه كويسه ولازم تدرس ولازم تفهم كل حاجه عن الحاجات ديت وتقرا عنها، ازاي تنتجها، ازاي درجه التدفئه، ازاي اكلها، ازاي تقدر تحدد نوعها، تقدر تحدد سعرها. تمام. الموضوع كبير محتاج شويه دراسه بس هو ممتع. تمام. طب احنا قلنا ان انت بتقول ان احمد متعلق بيه قوي النسناسه اللي موجوده، صح كده؟ وبرده البغبغان ممكن يكون لا ميه معاه، صح كده؟ طب احنا ممكن نوري الناس حاجه كده واحنا قاعدين بنتكلم برده؟ استاذنك احمد نجيب النسناسه حتى او البغبغان زي ما انت عايز. هات كوكو. ده البغبغان. لا هو بيقول لك لا. بيقول له كوكو. بيقول له كوكو. ما شاء الله. طبعا ده احتاج وقت مننا عشان نستأنسه، عشان نخليه برده هادي ونخليه يطلع على الايد وبيطير حر. تمام. فطبعا مش اي حد هيعمل الكلام دوت، لان محتاج شويه خبره برده وشويه دراسه وشويه قرايه. تمام. بس زي ما انت شايف الحاجه الحمد لله كلها بقت مروضه. ما شاء الله. ده بيبوس احمد عادي جدا. قول له بوسه كده عالي. لا وري الناس. بوس بوس. وده نوعه ايه اصلا؟ هو عامة ده زنجباري. الحيوان بيحس طول ما انت في لينك حنية مع الاكل، مع ان انت بتديله ثقة في نفسه وان انت بتديله الامان. سبحان الله هو الحيوان بالظبط بيحس زي البني ادم. تمام. فلازم هيديك برضه نفس الدرجة في الامان وهيبقى معاك زي حتة العجين. ده حيوان او طير؟ حيوان او طير. ما شاء الله. بس من الصعب قوي ترويض اللي هي البغبغانات دي، صح ولا ايه الموضوع؟ مش صعب لو حس بين معاك والصعب فيها بيبقى وقت. الموضوع موضوع وقت يعني. ما تملش، محتاج صبر. تمام. طب انت ايمن انت كنت غاوي، احنا كنا عارفين ان احنا من زمان قوي مع بعض في الكلاب. غايه الكلاب دي عيشه. دخلنا فجاه في موضوع الزواحف والطيور. الزواحف والطيور زي ما قلت لك الحاجات دي برضو تربيتها ممتعه. وانت لما هتقرا عنها هتعرف ان هي ممتعه، بس طبعا محتاجه وقت ومحتاجه تركيز ومحتاجه قرايه عشان تعرف برضو زي ما قلت لك قبل كده درجه التدفئه، تعرف ازاي تتعامل معاها، تعرف ازاي امتى بتغير جلدها، تعرف امتى هي هتهاجمك امتى. تمام. بس فمحتاج شويه تفاصيل تقرا عنها طبعا. تمام. بس هي تربيتها ممتعه. تمام. طب انت بتقول ان انت اصلا يعني المكان ده خد معاكم طبعا مجهود وكلام من كده عشان يتعمل. هي الناس لسه ما شافتش حاجه، تمام؟ بس انا هوريهم حاجه هتبسطهم. الله اكبر. احنا في شقه يا جماعه، المفروض ان احنا الموضوع هنا في شقه. هنوريكم الموضوع عامل ازاي، بس انا عايز قبل ما نقوم نوري الناس، احكي لي الموضوع هنا خد معاك قد ايه وقت وخد معاك ازاي والدنيا دخلت معاكم في ايه؟ والله عشان اصلا نبتدي نعمل الحاجه ديت اتعملت لها دراسه طبعا. تمام. واتهيأ لها مكان وحبينا نوظف كل حته في مكانها، لان الحاجات دي برضو بتبقى محتاجه تدفئه
تمام. وربنا قدرنا وعملنا حاجه جميله زي ما الناس ما تشوفها معانا باذن الله. ما شاء الله. وهتعجبك. احنا شفنا ان النور بيفصل فجاه دي بيشتغل درجه فجاه. التدفئه. لما توصل درجه الحراره. درجه الحراره لان الزواحف بتعيش تحت درجات حراره معينه. ده اوتوماتيك كده بتفصل لوحدها وتشتغل لوحدها. ده طبعا انتوا اللي عاملينه. طبعا. جهاز بيركب يعني الكلام ده. تمام. طيب انت قلت عندك هنا الموضوع هنا اصلا في كلاب، انا شفت ده كان راجل كبير ما اعرفش ايه اللي جابه دخله الموضوع هنا، بس ماشي احنا كده كده هنوريه للناس. بس ده كلب، ده ابن مين ده؟ ده المفروض ان هو ابن بوكا. بس ما شاء الله عليه، الله اكبر، ده كان محترم جدا محترم، الله اكبر، مستوى جامد يعني، الله اكبر. طيب ده انت بتعرضوا جوازات ولا الموضوع عندكم ايه؟ في جوازات ليه؟ تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. عندكم في انتاجه برضه اول بنوته من انتاجه لان هو لسه سنه صغير. الله اكبر ما شاء الله. ده عندها قد ايه البنوته؟ 45 يوم. تمام. دي بنخرجها ان شاء الله. بتخرج. تمام. احنا كده كده احنا شغالين كده مع الناس بنصور، هنقول للناس اللي بيخرج ايه واللي موجود عند يعني يتخصص بالمكان ايه. تمام كده. عايزين نوري الناس بعد اذنك يا استاذ احمد اللي اسمها النساء اسمها ايه؟ ايه؟ نوسه. هات نوسه. تمام. احنا مكملين معاكم يا جماعه، احنا لسه زي ما احنا هنجيب نوسه نوريها لكم بتعمل ايه. نوسه بتمسك في احمد عقلها بيه قوي. عقلها بيه جدا جدا جدا. ويمكن بتغير عليه كمان. تمام. من اي حد. هو كان ماسكها من شويه، كنا بره البوكس بتاعها فجه دخلها زعلانه قوي واتعصبت علينا وبتاع. تعالى يا نوسه. تربيه النسناس بقى مش مختلفه شويه عن بص هو كل حاجه اهم حاجه النظافه. الوقايه خير من العلاج. زي ما انت دخلت شفت المكان ما شاء الله، رغم ان هو مقفول وفيه كميات حيوانات كتير. تمام. بس لازم اهم حاجه النظافه. انا شميت ريحه بخور يا عم. اهم حاجه النظافه. اهم حاجه ما شاء الله لازم النظافه. تمام. دي عندها قد ايه دي يعني؟ دي عندها 8 شهور. 8 شهور. 8 دي بنوته. تمام. هو اصلا النسناس بيتجوز بعد قد ايه؟ بص بقى بتعمل ايه لما اول ما بتلاقيني جاي جنب احمد، لو حد غريب بقى هتهاجم. ده من شويه برضه جريت عليا وهي جوه البوكس. لا وانا خفت، انا هقول لك لا خفت. انت بتضحك. خفت. دي خالص. انا خفت يا عم. هي ما بتحبش حد يمسكها غيري. ما حدش يقرب مني. مربيه بقى قد ايه دي؟ بقى كتير، من وهي عندها 3 شهور. دي صغيره. ما شاء الله. هو اصلا النساس بيتجوز عند عمر قد ايه؟ من بعد سنه. من بعد سنه يتجوز؟ بيفضل قد ايه بقى حامل؟ ما اعرفش وقت حمله قوي لان انا ما كنتش بربي نساس. لسه ما ابتديناش الكلام يعني. دي بس الحاجه الوحيده اللي انا حبيتها. تمام. انت جايبها حبا فيها مش تجاره يعني؟ لا. يعني مش هتفرق منها ولا بتاع؟ صح؟ تمام ما شاء الله. لان هم محتاجين مكان كبير مقفول وانا ما عنديش الامكانيات دي. تمام. لا انت ما شاء الله مقسم المكان هنا على كل حاجه نافعه يعني، واخده مكانها. احنا هنشوف يا جماعه جوه في المكان الثاني اللي هنخشه. احنا اول جزء لينا هيبقى الزواحف، بعد كده نخش على الحيوانات. ما اعرفش ازاي في شقه معمول الكلام ده، ولا غير ان احنا قاعدين في انتريه، موضوع عادي يعني، فاهم؟ مش اللي هو قاعدين على كرسيين فمش لاقيين مكان نقعد فيه، لا احنا قعدنا على انتريه وبعد كده حبينا نعمل فكره افريكانو بارك. ايوه على صغير. على صغير. احنا المره الجايه هنلاقي نلاقي اسد هنا يعني. ان شاء الله. وفي لا نجيب فيل كمان. لا كان في فعلا. ما شاء الله. اللي هو اللي بيبقى شبل صغير. صح كده. كبر شويه وبعد كده بعته. طب ده كان بياكل ايه ده؟ كنت باكله فراخ. بس بعد كده ابتدى ياكل لحوم. بس الموضوع مكلف جدا على فكره. صح؟ تمام. طب خليكم معانا، احنا هنقوم دلوقتي نفرجكم على الزواحف. هو قبل برضه ما ايمن يمشي، لا ده لحظه قبل ما يمشي يقف معانا لحظه عند الزواحف، وهو حتى واحنا شغالين يطير مفيش مشكله. خليكم معانا مكملين معاكم ابو كنزي ومعانا ايمن عمر واحمد يحيى في مكانهم في الهرم. الله اكبر يا جماعه. انا والله العظيم انا ما دخلت الشقه طبعا بالموضوع ده. تمام. انا اول مره اصور في شقه بالشكل ده. تمام كده. اهم حاجه تكون عجبتك حبيبي. الله اكبر تسلم. هو بيسالني ايمن لما دخلت بيقول لي ايه رايك في الموضوع؟ قلت له يعني رايي ايه يا عم؟ مش محتاج رايي. انت الله اكبر عاملين مكان صح. انتوا عرفتوا تاسسوا مكان محترم بشكل شيك قوي. حتى لو حد جالي انا هعرف استقبله في مكاني، هعرف اخليه يتفرج براحته. مش هيبقى قاعد حتى زهقان وعايز يلحق يمشي من الريحه او الكلام ده. الله اكبر مكان مميز جدا. تعالوا نوريكم بقى نخش الاول على الزواحف او نبدا الاول بالطيور بعد كده نبدا يعني لسه هنقوم نشوف هنبدا بايه. خليكم معانا. يلا بينا. يلا يا جماعه. مكملين معاكم يا جماعه، معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. احنا النهارده لسه عند احمد يحيى وايمن عمر للاسف سابنا وجري عشان كان عنده مشوار. يوصلوا بالسلامه ان شاء الله. مكملين معاكم مع احمد يحيى هيقول لنا باقي تفاصيل الموضوع هنا. احنا لسه اصلا ما كملناش حاجه يعني، احنا اعتبر احنا كده خطفنا ايمن قبل ما يمشي سنه صغيره كده. هنكمل معاكم. في هنا زواحف وفي هنا
جزء تاني والستاره دي لما افتحها لكم انتوا هتتفاجئوا، انا هعملها لكم فجاه ان شاء الله. ماشي. قول لي يا ابو حميد البغبغان ده ايه بقى؟ احنا ده كان قاعد معانا. ده زنجباري. تمام. تمام. ده عنده سنتين. تمام. ده كان عندي من هو عنده بالظبط 8 شهور. يعني انت اللي مدربه على الكلام ده؟ طبعا. تمام. انت قلت ان هو بيتكلم بس بمزاجه هو مع نفسه كده بيعيد الكلام، صح كده؟ هو طول ما احنا بنتكلم هو بيسمع. طول ما المكان هادي والنهار طالع هو بقى بيتكلم. تمام. بيتكلم بقى كلام انت بتقوله اصلا كل اللي بيسمعه. بيسجل يعني. تمام كده. طب وانت عودته على الكلام ده ولا هو مع نفسه اصلا؟ لوحده كده. هو الزنجباري اصلا اكتر حاجه بتحفظ وبتتكلم في الببغانات عامه. تمام. اسهل حاجه في الكلام. تمام. طب والبوكس بتاعه ده القفص بتاعه دوت ده كده مناسب بالنسبه له طبعا كده؟ هو مش محتاج اكتر من كده، محتاج ان هو يطلع ويخش كل يوم. تمام. انا شفتك ما شاء الله انت مهيئ لكل حاجه مكانها. بالظبط. يعني كل مكان متهيئ الحاجه اللي فيه متهيئ لها حياتها الطبيعيه. عشان حرام. ده اللي انا شفته. هو لو مش هقدر اوفر له الحاجه اللي يقدر يعيش فيها ما يبقى ما ربوش. تمام. ماشي. ده احنا قلنا البغبغان الزنجباري. تمام. شفت 10 سنه كتير دول بس كلهم صوتها قدامي. فكرت بيهم بس. دول اوسكار. ايه ده؟ اوسكار. ده نوعهم اوسكار؟ تمام. ده ايه ده يعني بيبيض ولا بيولد ده ولا لا السمك بيبيض، مفيش سمك بيولد. مفيش الكلام ده. مش فاهم بس انت حاسك مميزه شويه وحاطه لوحده كده. لا ده في كذا سمكه تاني غيرهم. ده نوعه ايه؟ دول اوسكار. اوسكار. تمام. ده برضه مهيأ لهم مكانهم والدنيا تمام. تمام. دي نوسه هانم. دي نوسه نسناسه. 8 شهور قلنا. ده البوكس بتاعها برضه. حتى بص البوكس من جوه بقى فيه اللي هو زي السلم ده اللي هو بيتحرك عليه. في طبعا اكلها وشربها في دنيتها. نوسه. تمام. واللي فوق منها ده دي ارانب باين؟ دي ارانب. دي اسمها ايه دي؟ دي ارانب زيزي. اسمها ايه؟ زيزي. زيزي؟ اسمها زيزي. دول اللي هم غينيا بيج. نوع اسمه غينيا بيج. تمام. دي عمرهم قد ايه تقريبا دول؟ لا دول اعمار مختلفه بس دول مش بربيهم عشان تربيه، دول اللي بياكلوا من التعبين. يعني دول اصلا كده ما يولدوش على كده؟ ما يتجوزوش؟ بيتجوزوا وبيولدوا. في الحجم ده كده يتجوزوا. لسه مكملين معاكم يا جماعه. خلصنا قسم الزواحف والجوارح، صح اسمها الجوارح. تمام كده. وهننزل بقى على قسم الكلاب اللي انا وريته لكم من شويه في الحته اللقطه اللي هي الغريبه اللي انا عملتها دي، بس عشان انا فرحان بالمكان ما شاء الله بصراحه. ربنا يبارك له يا احمد والله حبيبي يا كبير نورتني. ربنا يخليك. هنبص بقى على قسم الكلاب دلوقتي. يلا اتفضل يا كبير. اتفضل والله. هنبدا الاول بالذكر الرويال اللي هو خاص بالمكان هنا وبالمزرعه وبيصور وبيتجوز منه اصلا. بادي تعالى بادي. بادي تعالى هنا. ما شاء الله عليه ذكر جميل ما شاء الله. عنده تقريبا 14 عنده سنه و8 شهور. سنه و8 شهور. سنه و8 شهور. ذكر ده يا جماعه للجواز. خش بقى على الكلام القزم ده ميشو. ده ذكر انجلش بولدوج مستورد. مستورد منين ده؟ مستورد منين؟ عنده قد ايه بقى؟ عنده دلوقتي 3 سنين. ده بتجوزوه اصلا؟ بجوزه. ودي فرنش بولدوج. دي شرسه شويه. دي شرسه بس. عندها قد ايه دي يا احمد؟ دي عندها سنه ونص. فرحتها قبل كده؟ بس خليك زي ما انت. خلينا هنا بقى كده. انت ايه اللي جابك انت هنا؟ دي بنت بادي بقى. دي ايه اللي جابها هنا دي؟ الله اكبر. دي اللي ايمن قال لي عليها مره. دي عندها قد ايه؟ دي لسه عندها 43 يوم. كنت واخدها من عند حد بهدلهم شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤيا الله اكبر. ان شاء الله.
اللي تحت هنا ايه؟ دي انتايه فرنش بس لسه صغيره، عندها 5 شهور. دي فرخك انت دي؟ فرخي. دول شواوا. تعالى كده، تعالى الشواوا. عمرها قد ايه دي؟ لا دي معايا من زمان، يعني بتاع 8 سنين. كده دي اصلا؟ مخلفه كتير ان شاء الله، بس ما بجوزهاش دلوقتي خلاص، دي كلبتي من زمان. ده اكبر حجم كده اصلا؟ ايه؟ اكبر حجم هي ما تكبرش عن كده، ده عندها 8 سنين. ودي عندها 7 سنين برضو. قد ايه؟ عندها 7 سنين. 7 سنين؟ ده نوع حقيقي؟ دي برضو شواء بس لونج هير. لونج هير. يبقى المشكله فيهم يعني مثلا الشعريه الطويله بتبقى انا بحب الشورت اكتر من اللونج في الشواء عامه. ايه الفكره بقى؟ يعني اللي بيربي شواء ما بيبقاش عايز شعريه طويله وحجمه صغير، بيبقى كلب مريح قوي في البيت وذكي. ده الدكر بقى بتاعهم. ده برضه 8 سنين برضه؟ لا ده عنده 6 سنين. 6 سنين؟ ده كان اتجوزهم مثلا قبل كده يعني؟ كنت بجوزهم بس ما بجوزهمش دلوقتي، حرام. خلاص كده؟ اليوفط دي يا جماعه المفروض ان هي بتبقى على حسب نوع الكلب، بس احنا ملخبطين الدنيا. اتلخبطوا شويه في حاجات بعتها. تمام. ده الدكر البومريه، ده دكر مستورد. مستورد؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ده ليون. ليون؟ ده عمره قد ايه؟ ده لسه عنده 1.5 سنة. مستورد ايه؟ مستورد اوكرانيا. ده للجواز؟ ده ليه جواز. تمام. لو في حاجه احمد انت مخرجها هنا قول لي عليها عشان برضه الناس اللي عارفه دي. بخرج اللي بتاع البومرينيان السوداء اللي تحت. مش واحده مصورها نقول عليها كده. دي بولندا عادي. ما شاء الله. ده بولندا عندها لسه سنه. لسه ما جوزتهاش يعني؟ لا دي صعب تتجوز لاي دكر. تمام. حجمها قليل. ودي انتايه برضه. هو يعتبر كده اللي هيتجوز الذكر اللي فوق ده. صح، هو اللي هيتجوزها. ودي انتايه البومرينيان السوداء. اللون المفروض بيه قوي اللي هو الشام. ده صح كده؟ هو الفوق. انا بحب الاسود في الكلاب. ده ذكر فرنش بولدوج. ده لونه بلو اوف وايت. تمام. مستورد برضو. عنده قد ايه ده؟ ده بولندا. ده عنده 1 و8 شهور. سنه و8 شهور. ده بيتجوز برضه. تمام. ودي انت فرنش برضو. انا حاسك يعني مركزين قوي في الزينه. انا بحب الزينه، وبعدين في الشقه مش هينفع كلاب كبيره. ده اخري في الحجم، اكتر من كده هبهدل نفسي، مش هعرف اربيهم في البيت. دي عندها ايه قد ايه قلنا؟ دي عندها 1 سنة وشهرين. 1 وشهرين؟ ودي عندها سنة. دي برضو انتايه مستورده. دي ايه؟ دي برضو انتايه مستورده. مستورده؟ لا مفيش حاجه بتقعد، ما تقلقش. دي انتايه كوكر بقى. كوكر؟ عمرها قد ايه دي؟ دي امريكان كوكر. دي عندها 2.5 سنين. بتخرجها دي ولا بعد؟ بخرجها. ودول شيتزو. دي امهم وابوهم كان ذكر مستورد عندي بس بعت. تمام. هو احمد يا جماعه كان بيقول ان الشيتزو دوت لو بعدت عنه كام يوم من غير تسريح والكلام ده الشعريه بتعمل كده، فهو كان مستني يظبطهم، بس هو ما شاء الله عليهم مستوياتهم والله اكبر حلوه. تحفه. صح كده؟ الاب كان مستورد من بره، والام اصلا نتايه هي مستورده. ما شاء الله. تمام.
ودي انت بقى انجلش بولدوج. دي عشري بقى. تعالى يا زيزي. زيزي تعال. تمام. دي عندها قد ايه؟ دي عندها سنة و8 شهور. مستورده؟ ده كارونتال انجلش مستوردين. يا جماعه البغبغان اللي بره ده قرب يهوهو عشان خاطر هو بيسمع الهوا فقرب بيهوهو فعلا. صح كده؟ لا هم بيهوهوا لان احنا عارفين. هنخش جوه هيسكتوا. خلاص. زيزي تعال. دي مستورده قلنا؟ دي مستورده. اوكرانيا برضه؟ انت واخد وكيل اوكرانيا ولا ايه؟ هو معظم الكلاب بتيجي من اوكرانيا. يا اما بولندا. عايزك تقول لي هو المكان ده ايه؟ انا مش فاهم. ده المنيش بتاع الكلاب. ده الصبح بيطلعوا بقى يجروا فيه وهنا في شمس. تمام. طب تعالى كده، تعالى عشان نوري الناس. ده يا جماعه ده المكان اللي الكلاب بتطلع تسيب فيه. هو ممكن يبان في الكاميرا اصغر شويه من اللي هو قدامنا يعني. هو قدامنا ما شاء الله مثلا حوالي 3 متر في 4 متر تقريبا. مساحته معقوله بالنسبه لحجم الكلب، صح كده؟ بالظبط كده، على قد الكلاب اللي هنا يقدروا يجروا هنا ويلعبوا والدنيا مبسوطه يعني. تمام. وبعدين هنا في شمس، لازم الكلاب دي تشوف شمس. حلو. فلازم كل يوم بيطلعوا يجروا هنا يلعبوا شويه شمس، الدنيا تمام، بالليل يخشوا. تمام ان شاء الله. ربنا يبارك حبيبي. رب حبيبي يا كبير. احنا النهارده يا جماعه احنا في شقه عشان ما ننساش برضه، احنا قاعدين في شقه عند احمد يحيى. الله اكبر تبارك الله، حاجات يعني الشكل بصراحه انا ما شفتوش قبل كده، يعني اول مره احضر حاجه زي كده. ربنا يبارك لك حبيبي. حبيبي يا كبير، ربنا يبارك لك. حبيبي تسلم. قول لنا يا كبير، طيب احنا لو محتاجين عنوان المكان ورقم برضه خد يعني مفيش مشكله، دي لو حد محتاج حاجه اديله رقم تليفون، مفيش اي مشكله. استاذنك قوله بس في الفيديو. تمام. ورقم تليفونك 031 296 1123. تمام. وفي رقم تاني 010 33 44 22 83. ده اللي محتاج حاجه يكلمكم على الرقم ده. بالظبط. على الرقمين دول. على الرقمين كده انت وايمن مع بعض. مع بعض. تمام. احنا النهارده يا جماعه كنا عند احمد يحيى وعمر في مكانهم في الهرم. العنوان فين؟ ده انا في الهرم. في الهرم؟ تمام. كان معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. احنا النهارده كنا عند احمد يحيى وايمن عمر. حاجه الله اكبر تبارك الله. هطلع دلوقتي بقى اشوف موضوع البغبغان ده، احاول اصور لكم حاجه فيه وهو بيتكلم، بس هو عمال يرخم عليا. كان بيتكلم لما بعدنا عنه بنصور في الكلام. ايوه، هو ما بيتكلمش طول ما احنا قاعدين فعلا، هو رخم تنح. تمام. اول ما بيترفع الكاميرا في وشه بيسكت. بس يا زيزي، بس يا زيزي، لازم يتضايق. بس. استنونا في كل جديد، وان شاء الله الحلقه تعجبكم وهننزل حاجات تاني لسه، والحلقه دي هتبقى بوم ان شاء الله رب العالمين. اشكرك يا ابو حميد حبيبي، تعبتك معايا. ربنا يا كبير. ايمن عمر بقى مشي، وبشكر طبعا ايمن عمر صديقي العمر حبيب قلبي، واحمد يحيى من الناس المحترمه اللي قابلتها في حياتي والله. حبيبي ربنا يخليك. حبيبي يا ابو حميد، تسلم. الله يخليك. من ذوقك. استنونا مكملين معاكم. سلام.